السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واليوم جبت لكم ميني بسبوسه اللي غتعمروا بها الطبيله ديالكم نهار العيد. فيها واحد اللذه عجيبه، كتجي هشيشه بزاف، معلكه وكتذوب في الفم. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 2 البيضات بحراره الغرفه، كاس لاربط سنيده، شويه الملحه وشويه الفاني. كنطربو مزيان وممكن تستعملوا غير الطراب اليدوي. كنضيفو الزيت، كاس الحليب، هنا عندي قشرة ديال البرتقالة ومعلقة كبيرة د الكونفيتور. كنطربو مزيان وكنضيفو 2 الخمارات ما يعادل 16 غرام. المقادير تلقاوها مضبوطة اسفل الفيديو. كنزيدو واحد نص كاس د الكوك و2 كيسان ونص ديال السميدة رقيقة، السميدة اللي كنديرو بها الحرشة. كنطربو مزيان حتى كنحصلو على واحد الخليط اللي يكون خفيف. كندهنو لي مول بالزبده ونرشوهم بالكوك وكنعمروهم حد النص، يعني ما خصناش نعمروها بزاف باش ما تفيضش. كندخلوها للفرن على حراره متوسطه حتى كطيب من التحت وتنفخ مزيان. عاد كنطيبوها من الوجه دغيا كطيب، يعني غير واحد دقيقه كطيب. بالنسبه للسيرو اللي غنسقيو به كنحتاجو فيه كاس عصير البرتقال ومعلقه كبيره سنيده. كنديروهم واحد 2 دقائق فوق النار حتى كيغلي. السيرو هو سخون كنسقيو به البسبوسه حتى كتبرد. اما الا كانت البسبوسه سخونه كنخليو السيرو حتى يبرد مزيان، عاد كنسقيو به البسبوسه. بالنسبه للكريمه كنحتاجو 2 كيسان ديال عصير البرتقال، 2 معالق كبار كريم باتيسير ومعلقه كبيره السكر. كنخلطو ونوضعوه فوق النار مهيله حتى كيعقد. ما خصوش يعقد بزاف باش ما يعذبكمش ملي تكونوا كديروه في البسبوسه. كيعقد غير شويه لان مازال عيجمد بوحدو. وكنحصلوا على هاد ميني بسبوسه رائعه لذيذه بزاف، واحد الريحه فيها كتحمق ديال البرتقال، كتجي معلكه من الداخل، كتذوب في الفم ولذيذه بزاف. بالنسبه للتزيين تيبقى حسب الاختيار. انا هنا زينتها بشويه د الورد ملون وانتم كيبقى لكم الاختيار. نتمنى تكون الوصفه عجباتكم وبالصحه والراحه.